لوحة البازل من عنوانها، وهي هذه اللوحة الجميلة اللي كتشوفوا، هو الوجه ديال جميلة وعلى شكل قطع البازل التي إن فككتها يعني تفقد اللوحة، وإن جمعتها تعطيك لوحة جميلة. هذا كتاب غير عادي، ماشي سيرة ذاتية، ليس خواطر، ولكنه فلسفة الحياة. وسأقول تقييمي في نهاية المطاف عندما سأقرأ عليكم مقاطع من هذا الكتاب. الكتاب يقع في 73 صفحة، فيه عناوين: قصتي قبل رحلة البحث عن الذات، دور الضحية، رحلة البحث عن الذات، الأحكام، المقارنة، الاستحقاق، التعامل مع التحديات، ثم تختم في النهاية بمن أنا ولماذا. هذا الكتاب أنا قرأته عدة مرات ووجدت بأنه مشحون، كتاب فيه شحن كبير جدا، وحتى لا كما كنقولوا ما نحركش هذا ما سيأتي. سأبدأ بقراءة مقاطع اخترتها، ماشي كنقول لنا لأنها هي الأجمل، ولكن اخترتها لأعطيكم فكرة عن الكتاب. جاء في الصفحة 2: يعتبر هذا الكتاب بمثابة رحلة تشافي لي قبل أن يكون بحوزتك الآن، حيث من خلاله تم الإفصاح عن أسرار تجربة الأرضية، وتصر على استعمال هذا المصطلح، والأخطاء التي مررت بها، وكيف تم التعامل معها في محاولات مني لإزالة معظم الأقنعة التي ظننتها يوما ما أنها المنقذ الوحيد في بحور هذه التجربة، لكنني اكتشفت بعد ذلك أنها السبب الرئيسي في الغرق أساسا، مما سمح للقطع البازلية بالظهور موضحة الصورة الإجمالية لتجربة الأرضية، مما جعلها تجربة تميل للنعيم. هذا جاء في التقديم ديال الكتاب. الصفحة 4 تقول: سأعترف لكم أن كلمات هذا الكتاب تحمل الكثير من المصداقية والمشاعر التي ستحس بها مع كل كلمة، إذ كنت أعتزل الكتابة لأسابيع لمجرد شروعي في التفكير الزائد لحرصي التام على الإفصاح عن الحقائق كما هي. صفحة 6: قصتي قبل رحلة البحث عن الذات. سؤال كان يراودني منذ صغري: من أنا؟ هل أنا تلك الصورة الداخلية التي وضعتها لنفسي، أم أنا ذلك المظهر الذي أراه كلما نظرت في المرآة؟ تذكرت عندما كنت في 5 من عمري كنت أرفض الذهاب إلى روض الأطفال، كنت أنزعج من نظراتهم وضحكاتهم والحوار الذي لطالما كان يدور بجانبي.
وها أنا قد وصلت للإعدادية. كانت نقطي متوسطة ببساطة لأنني لم أكن أراجع. كان همي الوحيد هو كتابة الدروس كاملة لتعدد الأساتذة والمواد. كان الإصرار والتحدي من بين عناوين حياتي، لكن في فترة الإعداد بدأ الإحساس بالتعب الشديد ينال مني. بدأ مستواي الدراسي يتحسن. في هذه المحطة أدركت أن كل تغيير يبدأ من الداخل، فلا تدع الظروف تتحكم فيك بل اجعلها لصالحك. سمعت إشاعات كثيرة عن الجامعة. كنت خائفة من عدم اندماجي في هذا العالم الجديد الذي لم أكن أعرف عنه شيئا. حصلت على شهادة الماجستير التي لم تنفعني سوى في مكانتي الاجتماعية، حيث تحظى بالاهتمام والتقدير فور ذكر مستواك الدراسي حتى من العائلة الكبيرة، فقد أصبحت مؤهلة للمشاركة في النقاشات ويتم الاستماع إلي بعناية وتمعن. رحلة البحث عن الذات. قررت البدء من السؤال الأول: لماذا أنا؟ حينها ظهر أمامي مجال التنمية الذاتية، فانغمست في كتبها ومدى قدرتنا على استغلالها والتعامل معها دون ذكر الكيف. من المهم أن تعرف مهمتك في هذه الحياة وأن تكون ما تريد أنت حقا أن تكون. إنها فعلا لعبة نحاول اكتشاف قطعها والتعرف على كيفية التعامل معها. من أبشع الأحاسيس أن تكون مشعلا تحرق نفسك من أجل الآخرين ونفسك أولى بك. ومحاضراتها التي ترتكز بالأسف ساعدتني الأحكام أيضا على معرفة الأشياء التي لم أمتلك الجرأة لفعلها والتفكير بها من منظور آخر. فالأشياء التي تستفزك سواء كانت تصرفات أو مظهرا أو معتقدا هو تماما المكان الذي يجب إصلاحه بداخلك ومواجهته. وتعتبر مواجهة الذات من أصعب المواجهات التي تخوضها بحياتك، حيث لا يمكن القيام بعملية التشافي الذاتي إلا عن طريقها.
كانت أختي وزوجها من الداعمين لي في فشلي قبل نجاحي، في احترام صمتي وبقائي في الغرفة التي تم إعدادها لي بجميع وسائل الراحة دون انتظار مقابل مني. والرائع أكثر أنهما ينصتان لي دون السؤال عن خططي المستقبلية. كل فرد منا يمتلك حصة من السلبيين بحياته. أناس لا يمكن أن تجلس معهم دون أن تعود إلى بيتك وأنت مرهق تماما أو تحس بثقل بجسدك، إلا إن كانت لديك أسلحة للتصدي لهذا النوع من المستنزفين، أشخاص لا يمكن تحمل سلوكياتهم خصوصا إن كانت في طريق الوعي. يا قلب من تهوى غدا، من تهوى والليل قايم، يا قلب حادر 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 أن تطوقك الجماجم، سترى يقينك نازكا فوق الجبال، سترى جبينك مطربا حتما ترى، سترى يقينك نازكا فوق الجبال، سترى جبينك مطربا حتما ترى. واصل معي يا صاحبي، واصل معي يا صاحبي، واصل معي يا صاحبي، لازال في القلب شيء يستحق الانتباه. واصل معي يا صاحبي، واصل معي يا صاحبي، لازال في القلب شيء يستحق الانتباه. أنا من هويت حبيبة إلا ودمرها هواي، أنا ما اكتشفت حقيقة إلا وقد بترت يدي، أنا ما كتبت قصيدة إلا وأقرس الفناي، أنا لم يصل هذا التذكر خاطري إلا وأتلف لي صفاي، أنا ما قصدت بداية إلا وأقبل منتهاي منتهاي. جميل. في هذا الكتاب أنا لا أحاول تقديم حلول عملية أكثر ما أحاول لفت انتباهكم للأمور التي تعيق تطوركم وراحتكم. ولا أؤمن بوجود حلول فعالة تخدم الجميع بصورة واحدة، ويعتبر إيجاد الحل المناسب لك من مهمتك السامية. وفي كثير من الأحيان أتقاسم معكم طرقي الخاصة التي لا أضمن فعاليتها لك لأنني أطورها دوما، وإن كنت مستعدا لتجربتها وتطويرها، وإن كنت مستعدا لتجربتها وتطويرها فأنت في الطريق الصحيح. يعتبر تأجيل الاستمتاع إلى حين الوصول للهدف أو الغاية
من الأخطاء الفادحة التي نرتكبها غالبا، فقد أصبحنا نهتم بالفوز أو الخسارة أكثر من الطريق إليهما. صحيح أن حلاوة الفوز ومرارة الخسارة لهما طعم خاص، إلا أنهما لا يضاهيان الاستمتاع بالسعي أساسا، فهو الحياة عموما. خلاصة القول إن الحب محرك للنعيم والخوف طريق للجحيم. ولكي ندرك أهمية الحب والخوف في حياتنا يجب تحليل منبع كل فعل من أفعالنا. الأكيد والمؤكد أنه سيكون مصدره من أحد هذين النظامين: نظام يسعى للرقي والغناء من خلال حياة مليئة بالسلام والقيم العليا، والآخر يسعى إلى التدمير الذاتي قبل المجتمعي. فجميع المشاعر السلبية بدون استثناء أساسها الخوف، كما سنبين في الخطاطة التالية. وقدمت خطاطة جميلة تنطلق من الفعل، تمر عن نظام الخوف ثم عن نظام الحب لينتصر الحب في النهاية. أنت الفريد وأنت الذي قد عشقت، أنت حبيبي وأنت حياتي، متى شئت فاذهب لك الأرض رصت، متى شئت فاذهب لك الأرض رصت، متارجها والسماء. لا تقتليني على حجر اسمه الانتظار، لا تقتليني على حجر اسمه الانتظار. ولا يا جميلة لما بين حلم، ولا يا جميلة لما بين حلم وبين ضفيرة. لا لا يا جميلة اكتشفت أخيرا مدى سعادتي عندما أشارك الآخرين لحظات تشع بالأمل، ومدى قدرتي على إيصال المعلومات بشكل دقيق على حسب استطاعتي. وأكون ممتنة جدا عندما أرى فرحة أمهات ذوي الاحتياجات الخاصة، خصوصا عندما يقولن لي: أتمنى أن يصبح أبنائي مثلك يوما ما. هنا وفي هذه اللحظة بالذات تشتعل بداخلي أضواء الرسالة والمهمة السامية التي بعثت من أجلها، ويظهر حجم المسؤولية التي على عاتقي في بعث بريق الأمل لكل محبط من خلال تجربتي المتواضعة التي تحمل ما لا يستهان به من التحديات والظروف الصعبة، وكيف استطعت جعلها تجربة ممتعة تميل للنعيم.
يعتبر هذا الكتاب مدخلا للبحث وتطوير الذات، كما أنه تجربتي الأولى في مجال الكتابة. أتمنى أن أكون خفيفة الظل عليك ومفيدة شيئا ما لك. أنصحك ألا تكتفي بما يوجد من معلومات في هذا الكتاب، لأنها ليست إلا بداية طريقك نحو التنوير واكتشاف الذات. كذلك لا تأخذها دون تبيين، فالخطأ محتمل ووارد، وقد أكون مخطئة في بعض الأشياء، لكني أؤمن بشدة أنني دائمة التطور وفي كامل الاستعداد لتقبل ما يساعد تطوري وتحديث معلوماتي. لذا اسمح لي أن أكون من الداعمين لك في مسيرتك ولو بهذا الكتاب، وأنا جد ممتنة لك لأنك استطعت القراءة إلى الآخر. وهنا سأكون قد حققت أول إنجازات الفعلية المتعلقة برسالة الأرضية، وأنا في غاية الاستمتاع.